مفيش في حته ميه في العالم ميته وحش. شور يلا يلا حواس يلا هو يلعب على شمالك عرض واحده جول حط بقى صاير صعب يا عمي جاهز يا عمر شبك يا باشا شبك مش عطول زي ما انا يا شباب زي ما احنا زي ما احنا هنا بس هنا ولا كويس عادل يلا خش معلش يا بنتي خش اما اتكلم كويس مش سامع صوتك كده الصوت مظبوط الصوت كده الصوت مظبوط خش بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السادة المستمعين اينما كنتم اينما كان طابت اوقاتكم بكل خير في هذه الامسيه الصعيده اذ نستعد لمهرجان استعداد لبطوله الاسماعيليه المقامه في شهر يونيو. اذا دعونا نشترك نحن وانتم في ساعه ونصف من كره القدم من متعه الساحره المستديره ومن رونق وروعة ومتعة وسيرة ذاك الجد المدور. لنرى هذه الكرة المدورة ما ستختار هنا في مباراة وفي هذا الذي يجمع بين جنوب السودان وتالنت الإسماعيلية. مباراة ربما ستكون في بدايتها لا خليك المتعة والإثارة والنتيجة. عادل خليك حتى الآن النتيجة في هذه المباراة ما زالت تعادلية بين فريق تالنت الإسماعيلية وبين فريق ساوث السودان أو كما يسمى جنوب السودان. مباراة ربما في بدايتها تخفي بأثرارها. إذن حتى الآن نذكر بنتيجة المباراة مباراة تعادلية. مباراة حتى الآن فيها فريق جنوب السودان ما زال يعني يقدم مباراة كبيرة. على الجهة الأخرى فريق تالنت الإسماعيلية ما زال يسيطر على إيقاع المباراة وما زال ربما يسيطر على خطوط المباراة. هنا كرة تتحول إلى ركلة زاوية. ركلة زاوية لفريق تالنت الإسماعيلية. فريق يتميز بالروح القتالية وفريق تالنت الإسماعيلية يتميز ايضا بالصلابه الدفاعيه. حتى الان النتيجه ما زالت تعادليه هنا في ميدان ملعب ابو عبدو العريق.
ملعب يتسع على أكثر من 4000 متفرج قادمون يستمتعون بهذه اللحظة التاريخية. إذن فريق تالنت الإسماعيلية يدخل هذا اللقاء ربما بتشكيلة تضم محمد فايز في حراسة المرمى، محمود عادل في الدفاع، ويساند محمد هاشم، واللاعب صابر، واللاعب سيف محي، ومحمد مونتي، واحمد عبد السلام. هنا الكرة والتسديد والهدف. الهدف لفريق تالنت الاسماعيليه. إذن مشاهدينا الكرام فريق تالنت الاسماعيليه يفتح بوابة التسجيل بهدف جميل جدا وبهدف عانق الشباك. إذن 1-0 بهدف كان ملعوب بطريقة مثالية، وبهدف كان ملعوب بطريقة ولا أروع ولا أشمل. هكذا عانقت الشباك فريق الجنوب السوداني يعاني الأمرين في هذه الكرة وفي هذه الركلة. إذن 1 لفريق تالنت الإسماعيلية عن طريق لاعب محمد. هنا كرة والكرة عدت بسلامات، كرة عدت بسلامات. فريق تالنت الإسماعيلية في هذا المهرجان مشاهدينا الكرام يعني حتى الآن ما زال يقدم مباراة الجرة. انتهى الشوط الأول. شوط خش يلا خش. نعود إياكم حضرات السادة المستمعين والشاق الصحراوية المستديرة، نعود إلى شوط المدربين وشوط الحسابات لنرى لنتابع لنشاهد هذه الكرة المدورة من ستختار. شوط أول في رأيي اختار فريق تالنت الإسماعيلية. الشوط الأول كان ممتاز جدا لهذا الفريق. إذن هنا فريق الجنوب السودان سيرجع بالكفة ويعدل النتيجة. سنرى ونتابع شوط المدربين. على جهة فريق ساو السودان جنوب السودان يدخل إلى داخل أرضية الميدان بتشكيلة المدرب فرانسيس. في حراسة المرمى الحارس أشوفا، ومن الدفاع المدافع كينج رقم 25، أيو رقم 20، عيال فرانسيس رقم 16، أرانجو رقم 17، واللاعب لام في منتصف الميدان يرتدي الفانيلا رقم 29، ويساند اللاعب كور رقم 10، وأمامه اللاعب ماركو رقم 15. المقدمة اللاعب عمولة رقم 7، واللاعب أغاستينو رقم 21. هي تشكيلة موضوعة من جانب عناصر لفريق جنوب السودان ساو السودان الذي حتى الآن ما زال خاسر بنتيجة المباراة في شوطها الأول. على الجهة المقابلة تالنت الإسماعيلية يدخل في داخل أرضية الميدان بتشكيلة دوم محمد فايز في حراسة المرمى، اللاعب المتميز جدا محمد عادل، ويساند محمد هاشم، وأمامه السار، وأمامه اللاعب سيف محي، على اليمين محمد مونتي، على اليسار محمد عادل، وأمامه أحمد عبد السلام، وعلى يساره محمد طلبة. في المقدمة السكة وأبو الهادي. طاقم تحكيم المباراة. هنا الكرة والهدف، هدف الكرة. جول. سمع مشاهدينا الكرام فريق تالنت الإسماعيلية يفتح بوابة التسجيل في الشوط الثاني ويسجل الهدف عن طريق اللاعب صابر. زين صابر مشاهدينا الكرام يسجل الهدف الثاني بكرة كانت ملعوبة، وبكرة كانت ولا أحلى ولا أروع في شباك الحارس أشوفا. سنة هدفان لفريق تالنت الإسماعيلية، هدفان كان ملعوبة بطريقة مثالية وبطريقة كانت الأروع. ونطلب الآن في منتصف الميدان على اللمس والأشمع، على الانطلاقة والسرعة، والكرة خطيرة والكرة بعيدة. شوف الكرة أحلاها، يعني رفع الكرة بطريقة مثالية ومن ثم واجه المرمى خالي، والكرة عدت وتحولت إلى ركلة مرمى.
الكرة على فكرة كانت موجودة عند فريق تالنت الإسماعيلية. مهرجان هذا استعدادا لبطولة الإسماعيلية المقامة في الشهر القادم يا السادة. عدد من الدول العربية تونس والجزائر والمغرب وعدد من الدول العربية. وصلنا كرة تلعب وتنفذ في هذه اللحظات. نذكر مشاهدينا الكرام بأن فريق تالنت الإسماعيلية يقوده الجهاز الفني عمر التركي ويسانده الكابتن هادي. تصل الآن بلمسة لحارس المرمى محمد فايز يعمل اللمس في منتصف الميدان. وتعود مرة أخرى عملية البحث عن رفيق. تحول الكرة على الجهة اليمنى الاستلام ثم يحول الكرة على اليسار وبعيدة من اللاعب محمد عادل وتحول إلى رمية التماس. رمية جرية فريق ساوث السودان جنوب السودان. وتمشي مرة أخرى باتجاه اللاعب أبو منتصف في الميدان. الحكم قاد الجولة يشير إلى خطأ كم كان؟ يشير إلى خطأ لمصلحة ساوث السودان. خطأ في منتصف الميدان بصفرة الحكم السوداني الحكم نوك. مباراة سنذكر مشاهدينا الكرام بأن هذه المباراة هي مباراة ربما ودية ولكن تحمل في طياتها استعداد مهرجان الإسماعيلية على مقام مشاهدينا الكرام في شهر يونيو. إذن هنا الاطمئنان على حالة اللاعب الجنوب السوداني يطمئنون على حالة اللاعب. هنا دخول الكابتن فرانسيس الطاقم المعاون من عشر الاطمئنان على حالة لاعب فرقة الجنوب السودان من الأندية العريقة التي تشارك هنا بجمهورية مصر العربية. وليس فريق تالنت الإسماعيلية هذا النادي الذي يمتلك ربما قاعدة جماهيرية كبرى هنا بالقاهرة. إذن هنا خطأ. نذكر بأن حتى الآن فريق تالنت الإسماعيلية متقدم بهدفين مقابل لا شيء لفريق الجنوب السودان. وتصل مرة أخرى حكم يطالب بإعادة الكرة وإعادة الخطأ مرة أخرى. الخطأ يعاد في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. كرة الآن ستلعب لمصلحة الجنوب السودان. كرة ستنفذ الآن لفرقة الجنوب السودان. حتى الآن التالنت الإسماعيلية ما زال حتى الآن يقفل من المراكز ويقفل على فكرة على أماكن الخلفية. إذن كرة وسط حديث المدربين وسط توجيهات المدربين. كرة تمشي طويلة عالية طويلة مرية خطيرة جدا ولكن الدفاع يبعد كرة بضرب السلام تتحول إلى رمية جانبية هي مصلحة فرقة التالنت الإسماعيلية. رمية جانبية يستفيد منها فريق الجنوب السودان. جنوب السودان بعد الهدف الثاني يريد العودة ويريد أن يداوي الجراح ويريد أن يرجع بالكفة ومن ثم يعود إلى واقع المباراة. كرة تلعب الآن التماس يلعب ينفذ بطريقة مثالية. حذر من الكرات وحذر من الكونتراتاك. الثالث في اللمسة تمشي الكرة مرة أخرى في منتصف الميدان. اللمسة من مونتي يعدل والكرة مقطوعة. تصل الآن من شديد لمصلحة فرقة تالنت الإسماعيلية. هنا الكرة هنا اللمسة هنا الانطلاقة هنا عملية بناء هشمة والكرة تتحول مرة أخرى فرقة الجنوب. تمشي الكرة على الجهة اليمنى باتجاه اللاعب اللاعب رقم 10 تتحول للتالنت الإسماعيلية عن طريق اللاعب صابر. التوسيع في منتصف الميدان. هنا البحث عن رفيق. هنا الكرة تمشي طويلة خطيرة بدون خطأ. الانطلاقة والسرعة زاد في السرعة خطيرة ياسي وعدت وتحولت إلى ركلة مرمى. شوف الخطورة كانت موجودة عند فريق تالنت الإسماعيلية. خطورة كانت موجودة عند هذه الفرقة الصفراء برازيل العرب الإسماعيليين يا سادة. ورا تلعب الآن منتصف الميدان فرقة الجنوب
عن طريق الصلاة تتحول لمصلحة فرقة الترى الإسماعيلية. الخطورة ما زالت قادمة. هنا اللمسة، هنا الحوش، هنا اللمسة، هنا المراوغة، هنا البحث عن رفيق والحكم يشير. هنا تماس ينفذ في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام فرقة الشنوب. هنا الانطلاقة للشباب السودان. عملية المكتوبان في هذه الكرة. ترجع الكرة مرة أخرى تمشي طويلة لمصلحة الترى السودان. وتتحول إلى رمية التماس يستفيد من خلالها فريق الشنوب. شنوب السودان حتى الآن في شباك هدفين. التماس ينفذ بطريقة مثالية. تتحول من خلالها الكرة إلى ركلة مرمى بعد الشد والضغط والجذب. تتحول الكرة إلى ضربة مرمى. كرة تمشي مرة أخرى على اليسار على اللمسة والهجمة. عملية بلا هجمة. كرة تمشي للاعب صابر يعمل التوسيع في منتصف الميدان. الانطلاقة والهجمة والفرصة والكرة ترجع إلى رمية التماس. ترجع على رمية التماس لمصلحة فرقة تالنت الإسماعيلية. مواليد 2010 يقدمون حتى الآن دقائق أروع ودقائق ولا أجمل في هذا اللقاء. كرة تمشي طويلة باتجاه فرقة الشنوب السودان عن طريق الرانشو ولكن شوف التصدي من الدفاع، شوف المراقبة الدفاعية، شوف الصلابة الدفاعية، ذكاء دفاعي ما شاء الله تبارك الله حاضر في أرضية الميدان. كرة ترجع لمسة وخطأ لمصلحة فرقة تالنت الإسماعيلية. استعدادات الفرقة مشاهدينا الكرام للبطولة القادمة في شهر يونيو. إذا الكرة الخطأ الحكم يوقف اللعب ويطالب بإعادة الكرة وتنفيذها من مكانها الصحيح. مباراة ودية ولكن ربما تحمل في طياتها عدد من الأسماء وعدد من البطولات. فرص تلعب الآن، فرص تلعب الآن مشاهدينا الكرام لمصلحة تالنت الإسماعيلية. محمود عادل يرفع كرة طويلة وتعود بالراس من اللاعب أبو. تعود مرة أخرى رمية التماس لمصلحة فرقة الشنوب السودان على الجهة اليسرى. تنفذ الكرة سريعة تصل في منتصف الميدان باتجاه اللاعب سيف. يرفع الكرة تمشي سهلة لحارس المرمى. حارس يرفع كرة طويلة مشيئة جريئة تصل الآن من جديد فرقة أبناء الإسماعيلية. كرة خطيرة جدا خطيرة ولكن الراية ترفع. الراية والخط يرفع. هنا مودي الذي وقع في مصيدة التسلل ومن خلالها يشير قائد الجولة بركلة حرة لمصلحة فرقة الشنوب السودان. الركلة حرة لمصلحة الشنوب السودان. ساو السودان فريق فرنسيس يا السادة. وتصل الآن بلمسة لمصلحة اللاعب رانشو. تتحول مرة أخرى على اللاعب صابر يمشيها باتجاه محمود. ترجع الكرة للوراء بلمسة بدون عنوان. تتحول لعناصر فرقة الشنوب السودان. لمسة بالكعب تعود بمراقبة دفاعية. تصل الكرة الآن من شتيت بلمسة مرية. تتحول إلى رمية التماس. الكرة يعني رفعها اللاعب مونتي ومن خلالها تتحول إلى رمية جانبية لمصلحة فرقة ساو السودان. رمية جانبية حكم يعطيها للتالنت لفريق تالنت الإسماعيلية. تماس سينفذ في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. كرة تلعب الآن تمشي طويلة ارجع في المنتصف للاعب رانشو يعطيها للاعب ابو. تتحول مرة أخرى للاعب سيف هنا التصدي والعرقلة والخطأ مرة أخرى. خطأ الحكم ربما سيعطيه الإنسان الشفي في أسئلة الحساب. خطأ لمصلحة فرقة تالنت الإسماعيلية. قرار شفهي في أسئلة الحساب لأحد أبناء فرقة شنوب السودان. كرة تلعب الآن تماس
لمصلحة أبناء ساوس السودان. رامية الشربية تلعب الآن الكرة للسرعة، اللاعب المتميز جدا اللاعب عمولة يلعب كرة ارجع للتالنت باتجاه اللاعب مونتي. شوف المراقبة الدفاعية من فرقة جنوب السودان. كرة ترجع مرة أخرى بلمسة لمصلحة أبناء التالنت. الكرة بعيدة تتحول إلى رمية الشرع. رمية الجانبية مشاهدينا الكرام يستفيد منها فريق تالنت الإسماعيلية. كرة تعود بلمسة باتجاه والتصويبة. تصويبة كانت ممتازة جدا على يمين حارس المرمى والكرة مرت بسلامات. التصويبة كانت ممتازة جدا من اللاعب صابر. هنا الاستلام مرة أخرى باتجاه اللاعب المتميز جدا صابر. شوف القوة، شوف الضغط من قبل عناصر فرقة أبناء ساوث السودان. كرة تصل الآن باتجاه اللاعب صابر، الانطلاقة من صابر يعطي الباص. هنا الكرة يحلاها، كرة يا سلام والكرة خطيرة. خروج موفق لحارس المرمى الحارس أشفن. خروج كان موفق ليصل الحارس. كرة تصل الآن من جديد بنفس الراية، والراية نعم موجودة في هذه اللحظات. الراية موجودة والركلة موجودة والخطأ موجود والتسلل كان حاضر. مشاهدينا الكرام التسلل كان موجود. ربما يعني إذا شاهدت معي عزيزي المشاهد فريق الشاو السودان الشباب السوداني يلعب دائما ويضع فريق تالنت الإسماعيلية في مصيدة التسلل. فريق يلعب على الخطوط. كرة تلعب الآن إلى رمية الجانبية. نذكر بنتيجة المباراة حتى الآن فريق تالنت الإسماعيلية مشاهدينا الكرام متقدم بثنائية مقابل لا شيء أمام فريق جنوب السودان. كرة تصل الآن بلمسة وبكرة تلعب وتنفس. هنا الآن الكرة تمشي يا سلام أحلاها باس ممتاز شربكة وعرقلة. هنا يا سلام الاستلام وهنا الضغط وهنا الكرة وهنا الباص هنا الانطلاقة وهنا السرعة هنا الكرة. ربما يصل الشاهد المنطقة. الحارس تصدى للكرة ومن ثم عادت في خطأ خارج الخطوط. خطأ خارج الخطوط. الحارس مسك الكرة خارج الصندوق ثم الحكم يحتسب خطأ لمصلحة فرقة تالنت السودان. إذا خطأ مشاهدينا الكرام سيلعب في هذه اللحظات. الحكم ربما يعني جامل الحارس في هذه اللقطة في رأيي يستحق فيها بطاقة صفراء. إذا هنا تالنت الإسماعيلية. هنا الكرة هنا اللاعب صابر المتخصص في مثل هذه الضربات. صابر يوصل للمرمى. صابر من اجل الكرة. صابر من اجل الكرة تنفس يلعب كرة خطيرة والكرة بعيدة. كرة بعيدة تلعب الى رمية الجانبية الى ركلة زاوية لمصلحة فرقة تالنت الإسماعيلية. فريق يلعب بروح قتالية. فريق يلعب بثقة يعني غير عادية. كرة تمشي من الدفاع يعمل اللمسة في عملية بناء هشمة. كرة تصل الآن من شديد إلى فودان يرفع كرة ممتازة على الجهة اليسرى. انطلاقة اللاعب كرة ولكن مقطوعة تصل وتجد صخرة فريق تالنت مرة أخرى. العودة لفرقة الجنوب ومن ثم العودة مرة أخرى لأبناء تالنت الإسماعيلية. كرة تصل بعيدة تتحول إلى رمية جانبية. رمية جانبية مشاهدينا الكرام لفرقة تالنت الإسماعيلية. كرة تصل الآن بلمسة في منتصف الميدان. العودة مرة أخرى للصابر. عدى مرة بكرة يبحث فيها عن رفيق والكرة بعيدة. كرة بعيدة تتحول مرة أخرى إلى رمية جانبية. رمية جانبية. حكم يوقف اللعب وربما الحكم يعطي القرار يعطي الخطأ صار ونتابع. نعم يعطي الخطأ خاد الجولة لمصلحة فرقة جنوب السودان. كرة تلعب الآن طويلة خطيرة جدا والكرة والحارس تقدم على طريقة البوكس. حاول مرعى كرة والكرة تعود مرة أخرى لفرقة تالنت.
المناطق الخلفيه، حصار من اصل الكرات، هنا الضربه، هنا التصويبه، هنا الكره، هنا الابعاد. تعود الكره في منتصف ميدان فرقه نادي جنوب السودان. شوف القوه من كور، شوف الانطلاقه من اللاعب عموره، الكره في الخواتيم الى ايش ساره؟ هل هي خطا ام هي تماس؟ نعم قبل الجوله ماذا سيقرر ساره؟ ونتابع في الصوره. تماس تلعب الكره الان، تعود الكره في منتصف الميدان، عموله يوسع الكره، يلعب الكره في منتصف الميدان لفرقه بني تالنت. عمليه العوده ويربحون خطا، تلعب الكره وتنفذ بطريقه مثاليه، هنا السرعه، هنا الانطلاقه، هنا المرور، يا سلام، والتصويبه، لكن الكره تعود مره اخرى لفرقه تالنت. هنا الكره خطيره، يرفع كره على الجهه اليمنى حساري، ياتي الكره، الخطوره ما زالت قائمه، فرصه جول، نعم جول 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 جول. هدف ثالث مشاهدينا الكرام، فريق تالنت الاسماعيليه يسجل الثلاثيه، بعدين مره وبعدين عدى، بعدين يعني ممكن اقول عمل كل شيء، ها هو الان يسجلون الثلاثيه. هدف ثالث مشاهدينا الكرام في شباك فرقه جنوب السودان. الله على الكوره وعلى اداء فرقه تالنت الاسماعيليه، اداء اكثر من رائع، اداء جميل جدا لفرقه ابناء تالنت الاسماعيليه. هي الكره، هي اداء، هي رجوله لفرقه برازيل العرب. يا ساده، برازيل العرب يصنعون اشمل الاهداف ويقدمون ليله العجب والذهب هنا في ملعب ميدان المعادي باب عبد العريق. بطوله تلعب يا الساده من اجل عن استعداد البطوله القادمه بمشيئه الله في شهر يونيو. ونطلع الان ركله مرمى لفريق تالنت الاسماعيليه. كره تلعب الان على اليسار بلمسه وبانطلاقه وبتوسيعه منيحه وبكره خطيره، خروج موفق للحارس اشرف. وسع الكره، عموله وصل مره اخرى في منتصف الميدان، اللاعب رانجو يلعب كره في المنتصف، هنا التوسيعه والكره بعيده الى ركله مرمى، وبعيده الى ركله مرمى. فريق يعني في رئيس وسط السودان في هذه اللحظات يلعب من غير حلول، فريق لن يجد الحلول حتى الان في هذه اللحظات، كل الطرق مقفوله، كل النوافذ مغلقه لفريق الجنوب السودان. فريق تالنت بكل امانه فريق يعني يلعب بالسرعه، يلعب بالانطلاقه، يلعب ممكن اقول بالهجمات المرتفعه. كره تلعب الان، على اللاعب رقم 16 اللاعب سيف محي، كره مقطوعه تصل الى الجنوب على الجهه اليسرى، انطلاق من السرعه، رقم السرعه، توسيعه، جول جول. هكذا نعم، هكذا كادوا يفعلوا، وكادوا مشاهدينا الكرام ان يدوروها لولا براعه حارس المرمى في هذه الكره، ولولا نعم ممكن اقول وجود حارس المرمى دخلت الكره في الشباك. فريق جنوب السودان بدا يستفيق من هذه القيبوبه، هنا التوسيعه والراسيه والكره تعود برا الى ركله مرمى، كره تعود برا الى ركله مرمى. فريق تالنت الاسماعيليه. كره تلعب الان، رفض بالصوره، تتهيأ الكره في منتصف الميدان الثمان الوسط، اللاعب محمد عادل وسع كره والتوسيعه والرايه، الرايه والخطا، الركله والخطا والمخالفه. هذه الجوله الليله متميز جدا على فكره في قراراته، رغم ان في بعض القرارات نعم ممكن نرى فيها وتتطلب الخروج البطاقه الصفراء. كره تلعب الان بالراس، مين ده عادل؟ يلعب كوره مره اخرى باتجاه اللاعب فرانس، تتحول الى رميه التماس
ينفذ الان الكره، تصل الان طويله اماميه اتجاه اللاعب سيف. هنا اللمسه من اللاعب كور، يلعب كوره للاعب رانشو، الانطلاق من رانشو والكره بعيده بعيده الى ركله مرمى لمصلحه فرقه تالنت الاسماعيليه. كره تلعب الان على جهه اليسار، تماس يلعب في منتصف الميدان سيف، يبحث عن رفيق، يرجع بالكره للوراء، تعود الكره لحارس المرمى فايز، يلعب بالنير في راي فايز، يلعب بالنير فايز في مثل هذه الكرات. استهداف غير مطلوب يا حارس المرمى في مثل هذه اللحظات. هنا التوسيع، الكره ارتقاء لحارس المرمى، التوسيع كانت من إيلي فرانسيس، وسع كره ممتازه وجدت حارس المرمى وكانت في راي سهله. كره تلعب الان تماس، ينفذ بطريقه مثاليه، عمليه بناء هشمه على الجهه اليسرى، فرصه الرابع قائمه والكره خطيره والرابع، الكره خطيره والرابع. نعم فعلوها ودونوها في الشباك، سجلوها. سمع مشاهدينا الكرام فريق تالنت الاسماعيليه يقلص الفارق بنتيجه ثقيله ويمطر شباك فرقه ساو السودان باهداف الجمله. يا سيدي اهداف الجمله، يا نتيجه حتى الان مشاهدينا الكرام يعني 7 أهداف. نعم 7 أهداف سجلت في هذا اللقاء، 7 أهداف للفريق تالنت الاسماعيليه. نتيجه ثقيله ونتيجه ثمينه ونتيجه غاليه ونتيجه ممتازه. الفرصه جول لفريق ساو السودان، سنرى كره بعيده، كره بعيده تتحول لرميه جانبيه. غيابات فريق ساو السودان في هذا الماتش ربما مؤثره جدا ومؤثره بعض الشيء. كره تلعب الان الى ركله مرمى، يشير قاضي الجوله الحكم نوك يعطيها لمصلحه فرقه تالنت الاسماعيليه. فريق يسجل اهداف بالجمله في هذا اللقاء، فريق يسجل اهداف كبيره في هذا اللقاء. نعم سيداتي سادتي نساتي مشاهدينا الكرام متتبعي كرة القدم في أي مكان وفي أي زمان، قادم الجولة لصافرة انتهاء هذا الماتش يتفوق فريق تالنت الإسماعيلية ب7 أهداف مقابل لا شيء لفرقة الساو السودان. جلد المدور، اهلا وسهلا مرحبا بكم في هذه المباراة التي تجمع بين الجنوب السودان وبين تالنت القاهرة. تالنت القاهرة يلعب بالشعار السماوي كالعادة، أزرق سماوي، وتالنت القاهرة على الجهة المقابلة يلعب على يسار الشاشة فريق ساو السودان جنوب السودان. إذا المباراة ستبدأ بعد لحظات هذه المباراة التاريخية. نرجع ونسكر مشاهدينا الكرام بتشكيلتين الفريقين. أبدأ بتشكيلة فريق تالنت مصر، حراسة المرمى الحارسين في دفاع محمد واير رقم 8، محمد عيد رقم 5، عبد الحليم رقم 4 ورقم 8 محمد وائل، والسني رقم 13 احمد صابر رقم 20، ويساندو اللاعب محمد عمر رقم 11. إذن فريق ساو السودان جنوب السودان مشاهدينا الكرام يدخل الى داخل ارضيه الميدان. تشكيله فيلمون في حراسه المرمى، في دفاع الكابتن رقم 6 فانتايك، ويساندو عموله رقم 3، سانتينو رقم 10، زكريا رقم 12، ادوار ويلسون رقم 8، واللاعب تامبا رقم 9، اللاعب توني رقم 2، كاكا رقم 15، ابو رقم 5. إذن على بركة الله بدأت المباراة وبدأ هذا الماتش الكبير والقوي.
بداية اللاعب رغم التطيش اللاعب سني يلعب كرة قصيرة تصطد وترجع من اللاعب فان دايك رقم 6 يرفع كرة طويلة بالتسعة رقم 8 انطلاقة خطيرة ترجع سهلة للحارسين. الانطلاقة كانت خطيرة من اللاعب كاكا وسع كرة خرجت وعادت مرة أخرى لفرقة يابانا تالنت مصر. كرة تصل الآن للعشرة رقم 10 لاعب فريق تالنت مصطفى محمد في عملية مراوغة. كرة مقطوعة تصل الآن من جديد لفرقة تالنت عن طريق رقم 8 محمد وائل. هنا المراوغة والدفاع يقاتل يسارع في هذه الكرة. القادمون من الخلف مشاهدينا الكرام فريق جنوب السودان في هذا الماتش يعني يبدأ بعملية ضغط. ظن خطأ ومخالفة خطأ ومخالفة لفريق جنوب السودان. ينفذ اللاعب رقم 10 اللاعب سانتينو المتخصص في هذه الضربات. سانتينو خطأ ومخالفة على بعد ربما 19 متر من القائم. كرة خطيرة التوسيعة ولكن مرت بسلامات. التوسيعة كانت خطيرة مشاهدينا الكرام ولكن مرت بسلامات. هنا تعود مرة أخرى لفريق تالنت مصر. ورمضية تعود مرة أخرى إبعاد من الدفاع تصل لمرحلة ساو السودان. التوسيعة والكرة عدت إلى ركلة مرمى. الخطورة حتى الآن ما زالت قائمة مشاهدينا الكرام لفريق ساوس السودان جنوب السودان. فريق يلعب حتى الآن يعني التالنت يلعب تحت الضغط. كرة تلعب الآن رمية تماس لمصلحة اللاعب صابر يلعب كرة وتشاء الكابتن ورقم 8 محمد وائل يفقد كورته قبل الجولة. يقول خطأ لمصلحة ساو السودان. خطأ يستفيد منه مشاهدينا الكرام فريق جنوب السودان. يلعب كرة أمامية على الجهة على اليمنى بدون عنوان تتحول مرة أخرى وتعود مرة أخرى لمصلحة فرقة ساو السودان. ماذا سيقول قائد الجولة سنرى ونتابع في الصورة. إذن يتوقف اللاعب في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام من هذه الكرة تلعب ومن هذه ركلة توضع في الشباك. هنا سانتينو هنا نظرات اللاعب سانتينو رقم 10 من هذه الكرة يرفع كرة طويلة خطيرة التوسيعة ولكن بعاد بالراس تتحول مرة أخرى لمصلحة عناصر فرقة تالنت مصر عن طريق محمد وائل يفقد كورته. الحكم يقول يلعب ما فماش خطأ. وصل الكرة من جديد لحارس المرمى الحارس فيرمون. علمون يلعب كرة للدفاع يلعب كرة طويلة على الجهة اليسار. خطورة ما صارت قيمة للاعب تامبا. هنا اللمسة هنا الكرة والكرة عدت وتحولت مشاهدينا الكرام إلى ركلة زاوية. وتحولت إلى ركلة زاوية لمصلحة فريق جنوب السودان. فريق حتى الآن يلعب وسط ضغط قوي جدا من أجل البحث عن هدف ومن أجل أن يسجل هدف في الدقائق الأولى من أول ربع ساعة. كرة تلعب الآن ولكن عدت وتحولت إلى ركلة مرمى. كرة لفت ودارت خارج الخط وتحولت من خلالها إلى ركلة مرمى يستفيد من خلالها فريق تالنت مصر. كرة تلعب الآن طويلة استلام بالصدر وكنترول. لمسة ترجع من اللاعب المتميز جدا اللاعب زكريا تتحول مرة أخرى في منتصف الميدان عن طريق اليسار المهاري يرفع راسه ويعيد الكرة صابر يلعب كرة أمامية بدون عنوان تعود السنتين الفنان. كرة ترجع للمعلم صابر يرفع كرة طويلة ترجع سهلة للحارس فيلمون. هنا الراية والخطأ والتسلل. أول هجمة في رأيي يعني كانت لفريق تالنت مصر. أول هجمة تذكر ولكنها في الخواتيم كانت خطأ وركلة حرة لمصلحة فريق
فريق جنوب السودان. كرة تمشي طويلة أمامية باتجاه لاعب زكريا على اليسار في مواجهة اللاعب صابر. زكريا يوزع كرة يطالب بخطأ. ماذا يقول قاضي الجولة؟ سنرى ونتابع في الصورة مشاهدينا الكرام. هذه الجولة الحكم نوك مواليد 98 على فكرة. قاضي الجولة الحكم نوك ولد هنالك في السودان، هنالك في الخرطوم عاصمة السودان. درس وترعرع في كلية القانون، عاد إلى مجال التدريب في 2018. أكثر مباراة دارها قاضي الجولة الحكم نوك مباراة دوري الرابطة الذي يقوم هنا في ملعب السانتوس هنالك في مدينة السلام. إذا خطأ مشاهدينا الكرام سيلعب في هذه اللحظات وكرة ستنفذ في هذه الأسماء فرقة جنوب السودان في كرة فينفذها اللاعب رقم 15 اللاعب سانتينو. اللاعب سانتينو واللاعب كاكا يلعب كرة قصيرة للوراء اتجاه اللاعب تامبا. التوسيع والعودة لزكريا يوسع كرة أمامية زكريا على القائم الثاني ولا تمشي على الجهة اليمين بدون عنوان تتحول إلى ركلة زاوية يستفيد من خلالها فريق ساووس السودان. كرة تمشي لمصلحة تالنت. العودة للتامبا التوسيع مرة أخرى من التسعة رقم التسعة توني. تعود الكرة بهشمة للاعب السني ولكن للوراء لسه من الأمين حارس المرمى فيلمون. يلعب كرة باتجاه فان دايك يلعب كرة قصيرة باتجاه رقم 3 أمولا. تتحول الكرة لنفسها في منتصف الميدان سانتينو يلعب كرة على الجهة اليمين. انطلاقة ما زالت قائمة، الخطورة ما زالت موجودة ولكن الدفاع يحول الكرة إلى رمي التماس. يا على قوة الدفاع، يا على صلابة الدفاع. كرة تمشي مرة أخرى لفريق جنوب السودان. كرة تصل للسني يلعب باص العودة للوراء للسني باص على طريقة الكبار والكرة والحديث حتى الآن بين فريق تناد بين الصابر والسني. كرة تتحول إلى رمية جانبية مشاهدينا الكرام فريق ساووس السودان. حتى الآن نذكر بنتيجة المباراة نتيجة تعادلية بين كلا الفرقتين. جنوب السودان من ناحية وفريق تالنتا مصر من الناحية الأخرى. هي الركنية الثالثة لفريق ساووس السودان لفرقة الجنوب. ومهرجان بطولة ودية وليلة ودية من أجل الاستعداد للبطولة الرسمية المقامة في الإسماعيلية. كرة تصل للسني وسع كرة على الجهة اليمين يشهد اللاعب رقم 10 اللاعب مصطفى أحمد. تتحول الكرة لساووس السودان على الجهة اليمين على اللمسة ترجع رقم 2 اللاعب المتميز اللاعب جيشوا يلعب كرة ولكن التصدي والعودة القوية من اللاعب رقم 11 محمد عمر تصل للصبر. انطلاقة من صبر ولكن يعاني المرين في كرة نعم تجد قلب الدفاع على متقدم في هذه اللحظات يوسع كرة في هذه اللحظات. تجد حارس المرمى الحارس فريق تالنتا مصر وفريق جنوب السودان. نذكر بنتيجة المباراة حتى الآن النتيجة ما زالت تعادلية. فريق تالنتا مصر لم يقدم في رأي الأداء المطلوب الأداء المقنع في هذه المباراة على عكس فريق جنوب السودان ما زال يقدم مباراة كبيرة رغم غياب وصوم الفريق على التهديف. ولكن فريق الجنوب في رأيه هو الأفضل هو الأروع في مثل هذه الدقائق. هنا توني في كرة والحكم قال لا والفلاح. هنا تعود بمرتدة السني بالراس رقم 8 محمد الانطلاقة يوسع كرة خطيرة باتجاه السني ولكن تجد حارس المرمى. هنا تجد حارس المرمى الحارس فيلمون يلعب كرة اتجاه رقم 8 ادوار ويلسون والعب كرة على الجهة اليسار اتجاه اللاعب القميص مرعب كل المهاجمين والحراس اللاعب سانتينو. هنا الانطلاقة مع الرقم 8 ادوار ولكن مراقبة دفاعية من محمد عيد. تجد الكرة مرة أخرى اللاعب جيشوا على الجهة اليسار يلعب كرة في منتصف الميدان. كرة ترجع للسني انطلاقة من اللاعب رقم 13
اللاعب السني يلعب كرة باتجاه اللاعب المتميز جدا اللاعب صابر يسعى كرة على شيرة اليسار خطيرة جدا عملية بناء هشمة الخطورة ما زالت قائمة ولكن الكرة ترجع بكرة يضرب هذا اللاعب يرجع تسال لحارس المرمى الحارس فلمون كرة تلعب الآن طويلة شاهدت معي عزيزي المشاهد بأن حتى الآن النتيجة يعني ما زالت تعادلية في رأي مرتية لفريق الجنوب السوداني فريق حتى الآن يقدم وراء ممتازة جدا على أرضية الميدان كرة تصل الآن من جديد بفرصة وبكرة بهشمة تأشد اللاعب زكريا بدون خطأ الحكم خير العب هنا صراع من أجل البقاء هنا كرة تلعب الآن بطريقة مثالية باس ممتازة في كرة يتقدم فيها فريق تالنت مصر كرة تلعب الآن باتجاه شيشوا سانتينو تتحول مرة أخرى باتجاه لاعب زكريا وسع كرة تأشد الصلابة القادمة من تالنت المصرية كرة تلعب الآن على جهة اليمين باتجاه اللاعب محمد الكابتن الحكم كان الأول فيلا يلعب على الصفر كرة تصل الآن من جديد لإدوار ويلسون الانطلاق من إدوار في منتصف الميدان يلعب كرة على جهة اليمين كرة أمامية يرجع بدون عنوان برا في الأوت إلى ركلة مرمى كرة خرجت برا كل الأجهزة الفنية لفريق تالنت مصر واقفون يتابعون يقرؤون الشوط الأول من أجل وضع الخطة المرسومة في الشوط الثاني هنا حديث المدربين هنا حديث وكلام المدربين التحية لإدارة فرقة تالنت المصرية هنا توزيع كرة جول من ساتي سنة سانتينو مشاهدينا الكرام يسجل جول في اول الكرة وفي اول تصويب من هذا اللاعب سانتينوس يسجل الجول واحد لفرقة الجنوب يا شيء فريق تالنت مصر هدف كان يلعب بطريقة مثالية هدف كانت من تسديدة والأروع والأشمل عامقة الشباك وأعلنت عن مولد هدف لفرقة جنوب السودان عن طريق اللاعب سانتينو أول كرة مشاهدينا الكرام دخلت في شباك الحارسين التصويب لا تصدي ولا ترد والصاروخ في راية عابر القارات هدف كان لفريق ساوس السودان عن طريق اللاعب سانتينو إذن تبديلات وقراص تفتح في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام خروج حارس المرمى الحارسين ويدخل في مكانه الحارس محمد فايز زين محمد فايز الى داخل ارضيه الميدان محمد فايز خروج حارس مرمى ودخول حارس مرمى تبديلات ستغير من معطيات المباراه في رعي اذا كره ستلعب الان لمصلحه تالنت مصر ورا تلعب الان طويله اماميه لمصلحه فريق تالنت مصر العوده للاعب القناص لاعب فرقه تالنت هنا الكره هنا الاستلام حب يصر الشو على الوراء ورا تصل الان من جديد حتى الان فرقه تالنت مصر يعني تبحث عن عوده بقياده المدرب المتفطن جدا على المدرب الفز المدرب عمر التركي مشاهدينا الكرام يضع التعليمات ويضع القراءات وعلى الجهه المقابله يعني نشاهد ونتابع السيد عيد البحار المستشار الرسمي لهذه البطوله الكبيره البطوله التي ستقام في شهر يونيو ولا تصل الان من جديد بدون عنوان تتحول الى رميه جانبيه يتفوق سانتينو الفرنسيس الجهاز الفني لفريق ساوث السودان يتفوق بالجمله والتفصيل يتفوق بالارقام مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء 1-0 لفرقه ساوث السودان
واحد فرانسيس الجهاز الفني، هذا الشيء للجهاز الفني عمر التركي في هذه اللحظات. كرة تلعب الان مشاهدينا الكرام في منتصف الميدان على اشبه السرعه، الانطلاقه والفرصه، الكرة الخطيره زكريا على الكرة عدت، على الكرة عدت من اللاعب زكريا، عدى مرة ثم سدد كرة ولكن مرت بسلامات على يسار حارس المرمى الحارس محمد فايز. مباراة ممتازة جدا صراحة، أداء مقنع، أداء مقنع لكلا الفرقتين. إذن كرة وخطأ يستفيد منها فريق تالنت مصر، ويستفيد من هذه الكرة ويستفيد من هذا الخطأ. هل سيرجع التعادل؟ تساؤلات. إذن خطأ سينفذ في هذه اللحظات. هل سيرجع فريق تالنت مصر؟ سنرى ونتابع. كرة تسهل سهلة للحارس فيلمون، كرة توسيعة وصلت للحارس فيلمون. هنا الكرة في منتصف الميدان، اللمسة والراسية والكرة تشهد اللاعب محمد وائل، يلعب كرة أمامية اتجاه، نعم هنالك رأي وخطأ وتسلل لمصلحة فريق جنوب السودان. فرصة تلعب الآن رقم 8 إدوار ويلسون. إدوار يلعب كرة على يسار، يشهد اللاعب ويلسون. ويلسون يلعب كرة أمامية، الاستلام من رجال فرقة تالنت مصر، والابعاد من خلالها تتحول إلى رمية جانبية لمصلحة اللاعب السابر القادم من تونس معلية. كرة تمشي مرة أخرى لمحمد وائل، يرفع كرة طويلة على جهة اليمين، الانطلاقة والخطورة على أشبه ما صارت قائمة التوسيعة، ولكن طلبت في الدفاع، تتحول مرة أخرى لآخر المدافعين فان دايك. تصل الكرة في منتصف ميدان فرقة جنوب السودان، اللمسة من سانتينو، تشهد مرة أخرى اللاعب رقم 6 رمانة الوسط اللاعب فان دايك. لمسة تامبا، كرة تصل الآن التوسيعة والكرة تصل لحارس المرمى، الحارس سازي، عفوا الحارس المتميز جدا الحارس محمد فايز. كرة تلعب الآن في منتصف الميدان، صابر يلعب اللمسة مرة أخرى محمد عمر، يبحث الرفيق يرجع بالكرة لورا، الراسية من الدفاع فان دايك، تصل اللاعب تابع، الانطلاقة والراية والخطأ والتسلل لمصلحة فريق تالنت مصر. مشاهدينا الكرام، كرة ستلعب وكرة ستنفذ في هذه اللحظات. نذكر مشاهدينا الكرام بنتيجة المباراة 1 لفرقة جنوب السودان، سجل هدف من تسديدة يعني كانت ملعوبة بطريقة مثالية من اللاعب المتميز سانتينو، سجل هدف كان ولا أروع ولا أشمل. كرة تلعب الآن أمامية زكريا، يلعب كرة في منتصف الميدان، الكنترول واللمسة من جيشوا يسع كرة اتجاه اللاعب تامر، يرفع كرة خطيرة وخروج لحارس المرمى، خروج موفق لحارس المرمى، خروج كان موفق جدا لحارس المرمى محمد فايز. وكرة دائما مشاهدينا الكرام من قبل اللاعب تامبا واللاعب توني، هنا الكرة تحولت إلى رمية جانبية، تحولت إلى رمية جانبية في كرة ارتدم فيها فريق ساوث السودان. سلامات لاعب فريق ساوث السودان، سلامات هذا اللاعب ربما هي الصعبة جدا، ارتدم يعني ممكن نقول يعني ممكن نقول بأحد الجالسين على دكة البدلاء. سلامات لاعب فرقة ساوث السودان، سلامات هذا اللاعب الفنان، سلامات هذا اللاعب الرسام، لاعب فريق ساوث السودان.
لاعب زكريا من افضل اللاعبين صراحه اداء في ارضيه الميدان. اللاعب زكريا استأنف اللاعب في هذه اللحظات، سيستأنف اللاعب في هذه الأثناء. حتى الآن نذكر مشاهدينا الكرام بنتيجة المباراة. فريق ساوس السودان ما زال متقدم بنتيجة المباراة. هنا حديث المدربين وكلام المدربين. عمر التركي مشاهدينا الكرام حتى الآن ما زال يضع تعليمات من اجل عوده فريق تالنت مصر العوده. عمر التركي من المدربين الذين على فكره يعني استلموا رايه التدريب بمده قصيره هنا من اجل استكمال يعني يمكن نقول اداء فريق تالنت مصر والذهاب بعيدا الى مرحله التتويج. ولا تصل الان في منتصف الميدان. الهجمه ما زالت قائمه، الفرصه ما زالت موجوده. هنا فيلمون، هنا الدفاع، هنا يلعب بالنار، هنا الكره خطيره يلعب بالسلامات عدت والكره تحولت الى ركله مرمى. لاعب السني من افضل اللاعبين في فرقه عناصر فريق ساو نعم فريق تالنت مصر. اللاعب السني واللاعب المتميز جدا اللاعب محمد وائل. إذن كرة ستلعب في هذه اللحظات والكرة ستنفذ في هذه اللحظات. دخول اللاعب رقم 7 اللاعب سيف يدخل داخل أرضية الميدان. بني كرة تلعب الآن بص في القلب، انت عارف القلب. فان دايك، سانتينو، جوشوا. كرة تلعب الآن في منتصف الميدان. يشهد اللاعب محمد وائل استلام من سانتينو. هنا تصل الان من رقم 8 اللاعب ادوار ويلسون. يرجع لحارس فيلمون. فيلمون يعمل التوسيع باتجاه اللاعب عموله. وسع الكوره يعمل اللمسه باتجاه اللاعب المتميز جدا ادوار ويلسون. يلعب كوره مريه باتجاه اللاعب ديمبا. على انطلاق من ديمبا. ديمبا عدى، ديمبا مره، ديمبا يا سلام. هنا توسيعه يا سلام. الراسيه على الكوره عدت والتوسيعه يا سلام على التوسيعه وعلى اداء ثقه نادي ساو السودان. فريق يعني ممكن اقول عمل هشمه منظمه وعمل هشمه كانت والاحلام فيها المثلثات والمربعات ومن ثم راينا الضربات والاختلاصات. فريق تالنت مصر كلهم على فكره على اعصابهم. فريق يعني يريد العوده ويشاهد الجهاز الفني عمر التركي يضع ويتكلم ويتحدث ويروي حكايته وروايته في الشوط الثاني. سنرى شوط المدربين وسنرى شوط الحسابات في الشوط الثاني. كره بالراس لمصلحة فريق تالنت. السني وسط مضاقته الدفاعية. وصل الكرة لزكريا في منتصف الميدان. اللمسة من سانتينو يرجع للكرة على اللاعب عمولة. يسعى الكرة مرة أخرى على الجهة اليمين شيشوا وعلى الجهة اليسار هنا شيشوا في كل مكان وفي كل زمان. ولا تصل الآن من شديد الخطورة والانطلاقة ولكن صلابة دفاعية وقوة دفاعية حاضرة. ولا تصل الآن انطلاق محمد وائل ينطلق ولكن تشهد اللاعب فان دايك يعطيها لسانتينو. سانتينو يسعى كرة على الجهة اليمين باتجاه اللاعب كاكا. يسعى كرة كاكا. هنا الكرة تصل وتشهد الحارس محمد فايز. يرفع كرة ولا تصل الآن وتهيأ الكرة من شيشوا. وهنا الانطلاق من محمد وائل. ينطلق لاعب فرقة تالنت مصر يعمل التوسيعة ولكن تشهد الصلابة الدفاعية. هنا سانتينو يعمل اللمسة باتجاه اللاعب كاكا. ولا تصل الآن من شديد باتجاه ادوار ويلسون. يسعى الكرة ولكن بدون عنوان. يسعى الكرة ولكن بدون عنوان. تتحول الكرة إلى رمية شرعية
لمصلحة فريق صاو السودان. كرة تلعب الآن، الانطلاقة والخطورة، السرعة ما زالت موجودة. هنا اللاعب توني، التصويب من توني، كرة الهدف الثاني. الهدف الثاني مشاهدينا الكرام للاعب زكريا يا سلام، يسجل الهدف الثاني بيمان، ومن كرة تصدى للمرة الأولى حارس المرمى، ومن المرة الثانية دخلت في الشباك. مشاهدينا الكرام هكذا فعلوا اللاعب القميص، هكذا فعلوا مراقب المهاجمين والحراس بكرة عانقت الشباك، وبكرة ودخلت الشباك. هدفان صاو السودان، لا شيء فريق طلال النصر. وصلنا بدون راية، قال قاضي الجولة هدفين مقابل لا شيء. فريق طلال السودان يعني حتى الآن يفقد الوصلة ويضيع الطريق في منتصف الطريق. هدفين مشاهدينا الكرام لفرقة نادي صاو السودان. كيف سيعود فريق مصر؟ كيف سيعود هذا النادي؟ وماذا سيفعل هذا النادي؟ ماذا أنت فاعل يا عمر التركي؟ ماذا أنت فاعل يا عمر التركي؟ سنرى ونتابع مشاهدينا الكرام. ونطلب الآن محمد وائل حماده يرفع كرة طويلة أمامية، ترشد المدافع. هنا المدافع يراقب كورته، تصل لحارس المرمى فيرمان، وصل كرة للخمسة رقم 5 بو، كرة تتحول أمامية، ترشد منها رقم 8 محمد، يرفع كرة طويلة تصل سانتينو يعطيها لإدوار ويلسون، الفوضى رمانة الوسط، الرمانة يعطيها مرة أخرى الفنان إدوار ويلسون. إدوار يلعب كرة، إدوار يحافظ على كورته، والكرة تصل الآن من شديد بلمسة وبانطلاقة الفنان لاعب فريق تالنت، ولكن وسط مذاقة دفاعية، وسط قوة دفاعية، وسط سلامة دفاعية من اللاعب كامبا. هنا تصل الآن رمي التماس على فرقة نادي تالنت مصر، يلعب كرة أمامية، يرشد اللاعب رقم 8 كابتن فريق تالنت اللاعب محمد وائل يعمل التوسعة، يرشد الكرة والراسية. هنا الاستلام في منتصف الميدان، كرة تمشي الآن لسانتينو يلعب كرة باتجاه اللاعب جيشوا، والكرة بعيدة وتتحول إلى رمية شرعية. الرمية الشرعية مشاهدينا الكرام لنادي وفريق نادي تالنت مصر. هنا الكرة بدون خطأ، كرة تصل الآن لسانتينو، تجد صابر في كرة يعمل توسيعة، ولكن تجد حارس المرمى الحارس فيرمان. هنا إصابة ربما قاد الجولة، يوقف اللاعب بناشر الاطمئنان على حالة لاعب فرقة نادي تالنت مصر. سلامات لهذا اللاعب لاعب فرقة تالنت مصر، الذي راوق والذي سدد والذي يعني ما زال هو الوحيد الذي سدد كرة وجد الحارس فيلمون. خطورة دائما، خطورة لعيبة فريق نادي تالنت مصر دائما يعني عند اللاعب رقم 8 اللاعب محمد وائل، واللاعب رقم 13 اللاعب السني. فريق لم يكون في المعاد يا حبيبي، في المعاد فريق تالنت مصر. مباراة ربما هي ودية، ولكن ممكن نقول في أرضية الميدان يا معركة، هي ضرب نار يا السادة. إذن سلامات على لاعب فريق تالنت مصر، سلامات يا مايسترو. ستكون هنالك مشاهدينا الكرام بطولة ستقام في شهر يونيو بمشيئة الله بمشاركة عدة دول، الجزائر والمغرب والبحرين وتونس وموريتانيا وعدد من الدول العربية.
ستشارك في هذه البطولة. وأيضا السودان بمشاركة فرقة الساوي السودان فرقة الجنوب. كرة تلعب الآن بطريقة مثالية. هنا الكرة، هنا الكرة فيها أمل، كرة فيها أمل، والكرة فيها أمل، ولكن فيلمون كان في الميعاد يا حبيبي، في الميعاد. كرة تلعب الآن إدوار ويلسون، يلعب كرة سانتينو، يلعب باص على جهة اليسار، يجد اللاعب القناص الوسع كرة، ولكن الكرة على القائم الثاني تحولت من خلالها إلى ركلة مرمى لمصلحة الفريق ونادي تالنت مصر. كرة تحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي تالنت مصر. الذي حتى الآن ما زال تايه وما زال غايب وما زال صايم على التهديف وما زال يبحث عن هدف العودة. كرة تمشي لإدوار، يلعب كرة سانتينو، يرفع كرة باتجاه اللاعب تامبا، وتامبا والكنترول، تامبا واللمسة، والكرة خرجت وتحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي فريق تالنت مصر لحارس المرمى الحارس محمد فايز، من الحراس المميزين، من الحراس الرائعين الحارس محمد فايز. إذا في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام هذه الجولة الحكم نوك انصاف في انتهاء الشوط الأول بفوز مستحق صراحة لفريق نادي ساوي السودان، هدفان مقابل لا شيء. الشوط الثاني كيف ستكون في المباراة سنرى ونتابع مشاهدينا الكرام. ساوي السودان فريق جنوب السودان وبين فريق تالنت مصر في آخر الجولات. فريق تالنت مصر الذي طاب وسام وانتهى في الشوط الأول ودخلت في مرماه 3 أهداف. على الجهة المقابلة الفريق النشوان في ليلة الطرب وفي ليلة العشب ها هو الآن يقدم على فكرة أحلى أمسية في هذه المباراة التاريخية، ويلعب ربما بمساج عالي جدا فريق ساوي السودان جنوب السودان. نرجع مشاهدينا الكرام ونذكر بتشكيلتي الفريقين. أبدأ كالعادة بتشكيلة فريق تالنت، الفريق القادم بقوة الذي يدخل إلى داخل أرضية الميدان بتشكيلة كل من محمد فايز في حراسة المرمى، محمود عادل في الدفاع، ويساند محمد هشام، صابر، واللاعب المتميز جدا اللاعب محمد عيد، والمايسترو القناص السني احمد صابر، واللاعب سيف، واللاعب الفنان. هنا كرة خطيرة يا سلام، هنا كرة خطيرة يا سلام على الجهة المقابلة. يعني نشاهد فريق ساوي السودان حراسة المرمى فيلمون، في الدفاع رقم 6 فان دايك، عمولة رقم 3 سانتينو رقم 10 زكريا رقم 12 ادوار ويلسون رقم 8 تامبا رقم 11 واللاعب توني رقم 9 والمايسترو القناص يوشوا رقم 2 ويقابل كاكا واللاعب ابو رقم 5. شوط اول صراحة كان ممتع وكان مقنع لفرقة نادي وعشاق نادي وفريق ساوي السودان. على الجهة المقابلة فريق تالنت في هذا الشوط يعني سيسترجع قواه
هذا الفريق سيلعب بكل ما لديه من قوة في هذا الشوط من أجل أن يقدم مباراة تاريخية ومن أجل أن يقدم مباراة واقعية. إذن هنا كرة وخطأ لمصلحة فريق تالنت مصر. هنا في المناطق الخلفية الكابتن محمد وائل رقم 8 لاعب فريق تالنت مصر. هنالك إصابة لحارس المرمى ربما يعاني من الإصابة من أجل خفض رتم المباراة قليلا. الحارس فيلمون من الحراس المميزين على فكرة في صفوف فريق نادي ساندوس فريق نادي ساو السودان. هذا الولد صراحة مرشح في التسجيلات القادمة أن نرى فيلمون في أحد من الأندية الكبرى على صعيد مشاركة فريق يعني ساو السودان في البطولة العربية. كرة الملعب مصلحة نادي ساو السودان الخط والعرقلة يستفيد من فريق ساو السودان. ينفذها سانتيني يلعب كرة اتجاه زكريا على جهة اليسار يتقدم زكريا في المراوغة. زكريا يرفع كرة خطيرة والكرة بعيدة من زكريا. تحولت مشاهدينا الكرام من خلالها إلى ركلة مرمى. تحولت إلى ركلة مرمى فريق نادي النادي العريق نادي تالنت. طلب الآن طويلة على فكرة يحرص لفريق نادي تالنت الحارس عمر التركي الذي يقوم بدور الحراسة في هذه اللحظات. والآن تلعب من اتجاه لاعب تامبا. هنا اللمسة وتهيئ الكرة مرة أخرى تأشر للكبير عمر التركي يرفع كرة طويلة باتجاه اللاعب محمد وائل. محمد في الانطلاقة محمد في المرور محمد يوسع كرة والكرة بعيدة كرة بعيدة تحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق ساو السودان. الخطورة دائما من اللاعب رقم 8 كابتن فريق نادي تالنت اللاعب محمد وائل. هنا الكرة يدور يعاني في كرة تصل من جديد لمصلحة اللاعب ويلسون على انطلاق من ويلسون يلعب كرة اتجاه تامبا التوزيع والكرة بعيدة إلى رمي التماس ينفذها لاعب فريق نادي تالنت مصر. شاهدنا تالنت الإسماعيلية الذي فاز بمباراة السابقة على فريق ساو السودان. هنا تالنت القاهرة وتالنت مصر يشرب في راي الحنزل ويتسوق طعم المرارة بهذه الخسارة في لقاء اللاعب والشرارة وفي لقاء المتعة والإثارة. كرة تصل الآن للاعب فريق ساو السودان. هنا المايسترو محمد وائل يفضل محمد يسعى كرة أمامية. هنا الخطورة هنا التوسيع والكرة بعيدة تحولت إلى ركلة مرمى. مباراة ممتازة على فكرة يقدمها اللاعب رقم 8 لاعب فريق تالنت مصر اللاعب محمد وائل. كرة تلعب الآن باتجاه لاعب تامبا في الانطلاقة. تامبا يعمل التجريش حلوة. تامبا يرجع للكرة لابو يرفع كرة بو ولكن تجد المدافعين. كرة تصل الآن للسرعة سيف على جهة اليسار اللاعب سيف يربح تماس يسعى كرة في منتصف الميدان على انطلاقة من السني ممكن يا السني والكرة تحولت إلى ركلة زاوية. كرة تلعب على طويلة أمامية على راس الناس اللاعب سانتينو يشهد الكرة على اللاعب محمد وائل رمانة فريق نادي تالنت مصر والكرة بعيدة إلى رمي التماس يستفيد من فريق ونادي تالنت مصر. رمية جانبية لفريق تالنت مصر. هذه الجولة يطالب بإعادة الكرة
والكرة من خلالها مشاهدينا الكرام تتحول لعناصر فريق الجنوب. كرة تلعب الآن لسانتينو يعطيها لكاكا، ارتدم في وسط الدفاع وتتحول من خلالها الى رمي التماس للعب كاكا. المعلم كاكا يوزع كرة اماميه الدفاع بالمرسات. هنا تجد اللاعب رقم 9 يطالب بخطه والحكم قال يلعب. هنا الكرة من سانتينو، سانتينو عدى مرة، عدى سانتينو يلعب باص مليح. هنا الانطلاقة، هنا الفرصة، هنا عملية بن هشمة، الكرة تصل بدون خطأ والحكم قال يلعب. كرة تصل توسيعة، اشد اللاعب جيشوا سانتينو يربح خطأ اللاعب سانتينو، يربح خطأ مشاهدينا الكرام اللاعب سانتينو. فريق نادي جنوب السودان يعني حتى الان ما زال مسيطر على واقع المباراة ومسيطر على واقع الماتش. هنا سانتينو، هنا يا السادة، هنا العريس سانتينو، هنا يترك كورته على اللاعب رقم 8 ادوار ويلسون. ويلسون وزع كرة خطيرة والكرة أيضا وزع كرة خطيرة اللاعب رقم 8 اللاعب ادوار ويلسون ومن خلاله تحولت إلى ركلة مرمى. كرة تلعب الآن في منتصف الميدان بلمسة ترجع وبتقدم اللاعب جيشوا يسيطر على كورته، اللاعب جيشوا يحافظ على كورته، عدى مرة والحكم قال، الحكم يقول ضربة مرمى، ضربة مرمى لمصلحة فريق نادي تالنت مصر. كرة تمشي الآن بدون لمسة وبدون خطأ تتحول جانبية مشاهدينا الكرام على الجهة اليمنى لنادي فريق نادي تالنت. هنا التوسيعة ومن خلالها في الشباك الخلفي تتحول إلى ركلة مرمى. ضربة مرمى لنادي تالنت مصر. عمر التركي يرفع كرة طويلة أمامية يشهد الرأسية سانتينو تتحول بلمسة والخطأ كان قريب من قائد الجولة يعطيه لمصلحة نادي وفريق تالنت. هنا الاستلام، هنا الكرة، هنا المرور، هنا الكرة تصل بكية من اللاعب محمد سانتينو على جهة اليمين يلعب كرة أمامية، الانطلاقة هنا واللمسة هنا والهشمة هنا والخطأ هنا. نعم الخطأ من خلال قائد الجولة ويشير للبطاقة الصفراء في هذه اللحظات ويعطي الخطأ مشاهدينا الكرام لنادي تالنت مصر. يعطي الخطأ لنادي تالنت مصر. وصل خطأ مشاهدينا الكرام.
وتوزيع، يا سلام على التوزيع، وعلى كرة مرت وعلى كرة عدت. وصلنا مشاهدينا الكرام في أسمى حصاد خوض الجولة. الحكم كان يصفر انتهاء المباراة بتفوق فريق ساو السودان. فريق الجنوب يتفوق برباعية نصيفة مقابل لا شيء لفريق تالنت مصر. أحلى مباراة على فكرة يقدمها فريق ساو السودان فريق الجنوب، وأشهر مباراة يقدمها فريق الجنوب الذي صنع الباشا وصنع الفرصة في أرضية الميدان.